جماعة ولا قال نديروا هاك ولا نديروا هاك، الشعب هو اللي يقرر. راه عنده مسودة، تكون عنده مسودة مشروع دستور يقرر، بغى يمشي مع الدستور والتغييرات وهذا مرحبا، ما رفض هذاك شغله، يبقى الدستور القديم وخلاص وما دخلناش في التغيير. اما الناس اللي مازالوا طامعين في مرحلة انتقالية وما نعرفوهاش، وهذه الزمارة نتاع ما وراء البحر واللي كانوا وصونا بها وهذه راهم غالطين خلاص، القطار مشى سيدي. الدستور ليس قرآنا يتلى من الذات الإلهية. تعالى الله عز وجل عن مثل هذه الدساتير وعن مثل هذه الأمور الهجينة التي يراد للشعب الجزائري أن يعتنقها. الدستور الجزائري إذا لم يتم استنباطه من بيان أول نوفمبر وترسيخ هذا البيان الخالد في ديباجة الدستور، فهذا الدستور المشكوك في أمره، لأن دستورنا نحن الجزائريين هو بيان أول نوفمبر. كل ما يتعلق بالهوية والأهداف وبالأمة الجزائرية مذكور بعناية في بيان أول نوفمبر. يعني وأي شيء خارج عن ما تم صياغته في بيان أول نوفمبر، أعيد وأكرر، فهو أمر نرفضه، ومن حقنا أن نرفضه، ومن حقنا أن نكون مع غالبية الشعب بكوننا دولة ديمقراطية تحتكم إلى الأغلبية لا إلى الأقلية.